بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم صوت وصورة، نقدر نقدم فيديوهات سميتة، واليوم جيت نقدم فيديو بصوتي. كما راكم تشوفوا نقول اي وحده صادفت قناتي نقول لك مرحبا بك حبيبتي، وان شاء الله تنضمي لعائلتنا ونقول لك مرحبا بك. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بفيديو كله نشاط وحماس وحيويه، باش هكا اي وحده راهي ناويه كما نقولوا حنايا بيت نوض تنقي ولا راهي عطشانه. نعرفوا رواحنا حنا نسا كي نبغوا نتحمسوا دائما ندخلوا اليوتيوب، انا واحده منهم. ندخل يوتيوب هكا نتفرج فيديو تاع تنظيف ولا نشاط ولا تحفيز ولا هكا باش نوض ونتحفز ونتحمس. كما شفتوا اليوم قررت باش ندير تنظيف عميق للمطبخ، ولا كما شفتوا تنظيف كما نقولوا حنايا تاع النصف شهري. اليوم قررت باش كما قلت لكم نبدا بالكوزينه، وهنايا جيت نشارك معكم كيفاش بديت، ويعني كاع الاشياء اللي قمت بهم. يعني هذا تنظيف ماشي شهري كما يقولوا نصف شهري، راكم عارفين التنظيف الشهري يكون عميق اكثر. وهنا جيت نشارك معكم كاع شادرت. اول حاجه بديتها كنت غاسله هذوك الطابيات اللي شفتوني نشرتهم، هذوك الطابيات تاع كوزينه، و ميم طون غسلت معاهم لي صوندلي تاع شومبرا. وهنايا نقلت مباشره رحت درت كاس تاع جو. عندي هذوك لي زامبول تاع الطاقه، يعني وحده تكون هكا فيها لا فيبلاس ولا الفشله ولا تشرب هكا باش تكمل انهارها. درت واحد، هي نورمالمون ينديروا في كاس ما، ولكن انا الذوق تاعه ما نحملهش، درتها في كاس تاع جو. وكما شفتوا اول حاجه رحت درتها هي نسبق بالفطور، باسكو راكم عارفين المرأة المتزوجة وعندها أطفال لازم تبقي بالفطور، سيرتو إلا كانوا عندك أولاد يقروا هكا باش تفوتي نهارك يعني بسلاسه. ولا كما نقولوا حنايا ما تقعديش مشطونه يدهنا ويدليه. وكي يكون عندك هكا تنظيف عميق ولا عندك حاجه غاديه تشدك، ديري حاجه سهله، يعني ماشي تعقلي كما قلت لكم، يعني ماشي حاجه تعقلي تقعدي واقفه عليها ويدهنا ويدليه. ديري حاجه سهله هكا باش تتهني وتقضي صوالحك علاز. كما شفتوني اول حاجه درتها من بعد كي رحت نفخت هذوك السرابيط تاع الماكله. راكم عارفين حنا سرابيط تاع الماكله بالخف يتوسخوا ويديروا الريحه. راكم عارفين هذا حوت، هذا قلي، هذا مرقه، هذا ليدام، هذا المهم السرابيط يعني ماشي ما داخليش مع التنظيف النصف اسبوعي. السرابيط كيما نقولوا حنا بالوقفيه كي تكوني تغسلي فما عين تاعك تاع الفطور ولا تاع الحشا ولا اللي كاين، ومام طون تغسلي معاك زوج وتخلي زوج هكا باش ما يقعدوش كاع مسخين وما يقعدولكش كاع مشمخين، هكا باش تقعدي يعني عندك مقيين وعندك هكا حاجه على جهه تقيها واجده. وكما قلت لكم بعد كينا انا هذا التنظيف اللي درته اليوم درته يعني فقط للاسطح كما يقولوا تنظيف السطحي. هنايا كيما نقولوا الاشياء اللي نخدموا بهم يوميا. هنا عندي هذه تاع المغارف انا حاطتها على برا. رحت راكم عارفين نجبد الدوره دي فوا تكوني تقلي، دي فوا تكوني هكا تخلطي في حاجه بلي زيبيس ولا توشي كاع الصوالح. على هذه قلت لكم تنظيف سطحي، يعني الصوالح اللي نتوشوهم بزاف كيما نقولوا حنا صوالح كاع اللي محطوطين على البوطاجي من فوقه ولا هادوك كاع نجبدهم ونحكهم، يعني ندير لهم تنظيف عميق. وكما شفتوني سرابي درت لهم مطابخ. وانا هنايا ملي بديت نقي ودايره درت الطاجين على الغاز قاعد كل ما يخون نزيد فيه الماء، يعني قاعد نقضي غير بالمطابخ. راكم عارفين كوزينه وكاع والتحسال وكاع يلقى لها المطابخ. وهنايا هادو البقالات خويت هادوك تاع لي زيبيس كما شفتوني، وهادو البقالات صارت كنت دايرتهم في هذا في القجر. هادو دايره فيهم الجنجلان، زريعه البسباس، حبات حلاوه، زريعه الكتان، هاد الحبوب هاي وخماره تاع الخبز. مسحتهم فوق ما خويتهمش باسكو ني عارفه روحي ما رانيش كيما نقولوا
شاريه ولا قاضيه دايره القضيان ولا صوف غير مسحتهم من فوق باسكو من الداخل كانوا مقيين. وخويت البقاله تاع الملح. راكم عارفين البقاله تاع الملح نخدموا بها يوميا ولا في النهار، بالك رانا نجبدوها 2 فوا 3 فوا في النهار، 3 خطرات 4 خطرات في النهار. على هذه ما نقارعوش تنديروا لها تنظيف شهري ولا هذه باينه حاجه باينه. نقيتها خويت كاع الملح من الداخل وعاودت غسلتها باسكو الملح من الداخل كشغل اللي يخلي لك البقاله شابه. تاع السكر كنت غاسلتها غسلتهم ودرتهم يتقطروا ورحت انتقلت للغلفات تاع الكراسه. راكم عارفين اللي عندها اطفال يدفقوا خاطرش حنا كبار وندفقوا. تاني هادو غلافات راهم كل يوم بريسك اجور ولا كاع النهار رانا عليهم فطور قهوه حشا راكم عارفين. استما جبتهم تاني هما درت لهم ما طبخ كما قلت لكم الماء داك الطاجين اليوم كان غادي ينطق، كان قريب يقول لي طلقيني خضره ما خليتش كاع يخوى قاعد غير يخوى نعاود نعمر بالماء نعاود نديره يحمى. قعدت نخدم غير بالماء طابخ اليوم. كما شفتوا هنايا كان عندي هذا الديكاب فوق روعه شيره زعما برودوي تاعني مليح زعما ينقي غايه. المهم هنايا رحت خويت بلحت الطبسي تاع الميكرووند غسلته ويعني عفوا شيرات سرحت الفيديو قد ما نقدر باسكو راكم عارفين الكوزينه وكاع يعني القضيان تاعها يشد بزاف طويل. ما عييت كي ندير نقصت كاع لي فيديوهات نقصت كاع منهم شويه وزدت سرحت هذا كي باش صورت باش زعما كينا درت هذا الوقت القصير كاع اللي قدرت عليه. وكما شفتوا هاد الكويزينيير ايضا ندير لها تنظيف. هذا انا كويزينيير زعما رانا كي نطيبوا عليها راكم عارفين انا نشوي عليها الفلفله دي فوا نشوي عليها فلفله دي فوا ندخلو كراطن دي فوا تدخلي كارن هكا تكثر لك دي فوا لق حاجه تمسحيها تمتم باش ما تزيدش باسكو حاجه كي تخليها تقعد على دا غادي تعاب عليك في النقاط تاعها سورتو هاد لي كويزينيير. غادي توصلي تحكيها بالسلك ولا حكيتيها بالسلك كاين كيما انا هذه تاعي قال حكيتها بالسلك ما يصرى لها والو. وكاين وحدين لي كويزينيير هذوك لي جو تاع تريسينتي هذوك ما يلقالهمش كما قلت لكم السلك باسكو ينخرطوا لك من الداخل. انا هذه كويزينيير تاعي يعني ما شاء الله الحديد تاعها من الداخل مليح يعني مهما الحمد لله راهي عندي في قريب 10 سنين ما شاء الله راهي الحمد لله يا ربي. كما قلت لكم نقيتها وحكيتها غايه من الداخل وكما قلت لكم حاجه لي تسيح ولا تمتم امسحوها شيرات هكا باش ما يجيكش التنظيف من بعدها صعيب وتعزجي عليها تولي كل ما تحلي تشوفيها هكا ميدمه وبزاف فيها داك الشياط هذاك تاع الثياب تعزجي عليها. اللهم هكا كل ما تدفق لك حاجه ولا طيبي عليها حاجه تمتم مسحيها. كما قلت لكم هنايا درت لها هذاك ديكاب فوق شيرات مليح يعاون بزاف في النقا. يعني ديري لي بشيت تاوعك ولا بزطي كما يقولوا وخليها تقعد شويه من بعد عاودي روحي ولي لها حكيها تلقي خيرات ربي طاروا مع هذاك الديكاب فوق. المهم الشيرات قلت لكم هذاك البرودوي جاي شويه قاطع على اليدين. اذا كانوا عندك ليغونات من الافضل انك ديري ليغونات باش تحافظي على يديك سينو كل ما تخدمي شويه عاودي روحي شليهم هكا باش ما يقعدش لاصق لك في يديك تحسيك شغل يديك طابو فهمتوني. كل ما تحكي باغ اكزومبل هكا حكيتي هنايا ميكرووند وعاودتي باقي لك كوشه ولا كما نقولوا هنايا كي حكيتي عاودي شلي يديك باش ما تقعديش باش يديك ما يطيبوش. المهم تكونوا فهمتوني. هنايا رحت مسحت ميكرووند ونقيت كما شفتوا كويزينيا خرجت تشعل. وهذاك الباب الثاني كان فيه ليدام وكاع حكيته خرج ما شاء الله. مهم الشيرات كما قلت لكم نهار اللي تكونوا باغيين ديروا الميناج تاع الكوزينه من الافضل توجدي فطورك على بكري وتنوضي بكري وديري حسابك وتكوني مخمله لي شامبر تاعك هكا باش ما تقعديش تنقزينا ولهي تنقي كل شيء وتخملي صاله تاعك تحسش كاش حد يجيك ولا هكا باش ما تقعديش عينك هنا وعين لهيه. المهم تاخدي صوالحك على بكري وتبروغرامي روحك.
كما قلت لكم هنايا هادو الغلافات تاع الكراسه مداري نديرهم في الماشينه وشتهم ما يخرجوليش. قررت نولي نديرهم بيديا هكا خير تحكي يعني مالغري يعني يديك شويه يضروك بصح معليش المهم يخرجوا. الحاجه رانا نشروها بالغلاش دوك الماشينه واحد ما يكذبش يعني خطرش كما قلت لكم خطرش تخرج القش وخطرات يقعدوا لي طاش كيما هما. ودي فوا رانا نعاودوا الحاجه بيدينا بعد عاد باش نديروها في الماشينه كما قلت لكم عليها درتهم بيديا ودرت لهم محامي والجافيل الله الله وخرجوا يشعلوا. هنا عندي هاد لاطابل تاعي هنا تاع كوزينه جايه تنتحل تعاود تبلع يعني تكبر وتصغر كما نقولوا تولي تاع 6 بلاص وهي فيها 4 بلاص كما شفتوا حكيتها من الداخل غايه. وهذاك البرودوي يعني عاوني بزاف. مسحت الكراسه راكم عارفين لي طاش تاع الصغار بورطون راني دايره لي كوفير وبصح قاعد نقى لا طاش من تحت ما فهمتش كيش يديروا ويطاشوهم. المهم مسحت كاع الكراسه وكما شفتوا عندكم راني مغلفتهم بالجلد باش هكا هذاك ليبونج تاعهم ما يتوسخش ما يضيحش وما يلحقهش هاد لي طاش تاع التدفاق ولا حاجه تدفق. المهم شيرات كما قلت لكم هذا التنظيف النصف شهري. المرأة العاملة ما تقدرش تبروغرامي روحها بهذا البروغرام اللي درتها لكم باسكو تعيا امبوسيبل تقدي كما نقولوا تنظمي هذا الوقت على حساب المرأة الماكيته بالبيت. كما نقول المرأة عاملة لازم لها تنظم وقتها كما نقولوا امبوسيبل تقدي ديري كلشي في نهار. حاجه باينه تنقي كما نقولوا حاجه بحاجه. باغ اكزومبل اليوم عندك تنقي كما نقولوا حنايا كويزينيير والميكرووند وغدوه ان شاء الله تخط في ساعه تاني ولا قدك الوقت كما نقولوا تاني تنقي حيطان باغ اكزومبل هكا كل يوم تنقصي حاجه على روحك باش ما يجيك الشهر ولا 15 جور تقي روحك منقيه شحال من حاجه. وكاين المراه اللي سبحان الله ربي عاطيها النشاط من عند ربي اللي تقد كما نقولوا قايمه بدارها قايمه بخدمتها تاع برا وقايمه بولادها. المهم كل واحد على حساب طاقته. الانسان كما يقولوا ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. المهم المرأة لازم تكون كما نقولوا حنايا منظمه وقتها باش تقدي تكملي حياتك الزوجيه وما يجيكش هذاك الملل ولا كما نقولوا حنايا تكرهي وكاين اللي كما تقول لك كل يوم كيف. المهم نحاولوا كما نقولوا نبدلوا نهار على نهار نديروا حاجه. وهذه هي سنه الحياه. المراه دارت لهذا الاشغال ولا التربيه واللي خدامه ربي يعاونها. كما شفتوا هنايا رحت انتقلت للتاقه قلحت الزداج حكيته وزدت قلحت الجهه الزوجه نقيتهم وهايا راكم عارفين الغبره وكاع. المهم هنايا كنت نقيت التاقه وحطيت فيها صوالح اللي كنت حاكتهم ينشفوا. انتقلت لهذا الحيط تاع الكوزينه راكم عارفين عفوا تاع الغاز. كانت عندي لاوت بصح قلحتها حسيتها شغل تلايم لي دام حسيتهاش تجبده ما باليش الله اعلم انايا حسيت هكا باسكو تجبدك شويه في الوسط ولكن في الجوانب تاعها لقيت روحي انا نقي فيها لقيت روحي شغل انا زايده تعب على روحي وليت انايا نزيد نقيها هي وليت نشعلها شوفوا تجبد الضوء وتدير الحس و en même temps تزيد تشد لك الوسخ تولي ما باليش هنايا شغل هذيك الفونتيلاتور اللي تجبد جايه غير في الوسط ستادير لي كوتي تاعها يقعدوا معسلين وميدمين. انا ما حملتش هذاك المنظر وغمتني قلحتها وقلت عندي الطاقه وعندي الهواء تاع ربي كي نطيب نحل الطاقه ونقي خطره على خطره باسكو كيما تكونيش عزجانه. انا هاد الحيط تاع اللي جاي من مور الكاز دايرته معمعين وقت الفطور وقت العشاء ما خليش تعيد يدم لي ولا حتى يتعسل لي باش ندير له تنظيف عميق ولا هكا نقعد نخمم عليه ولا.
انا دايرتها مع الماين تاع الفطور ومع تاع الحشا، هو والغاز، الغاز ثاني مع الفطور ومع الحشا. كل ما ندير رغوه نفوت كما قلت لكم، كل ما ندير رغوه نفوت عليه وعلى هذوك الكوانين هذوك نقيهم غايه، ونعاود نردهم نخليهم يشوفوا في غارتهم، ونعاود نردهم، ما غاديش يشدك. خير ملي تخليه يقعد يتعسل يزيد يزيد يزيد، ومن بعد تعزجيه على نقاوته. هنايا كما قلت لكم جبت كاع الصوالح اللي كانوا فوق البوطاجي، هذيك تاع لي بورت كويير، هذه تاع الزيت، هاد القرعه تاع شيتها مع هذيك تاع الزيت كما يقول لك لي غواه، لا ماشي لي غواه رخصه قا نصه. المهم انا مشي على الرخص، عجبني الزواق رحت درتهم. صح قرعه تاع الزيت راني نخدم بها، بصح هذيك قرعه تاع الخل ما باليش الخل ولا تاع الزيت ما نديرش بها كاع، ما باليش عليه، راني حاطتها وصاي. المهم هذيك البنتوره البيضه مع الطول كي تبدا تطول، هذيك لابينتور تاعهم البيضه كي تولي تغسليهم يولوا يخرطوك شغل، يلقى لهم حبل رطب، ما يلقى لهمش هذوك الحبل تاع السلك. حنا وليت نموت على هذا الحبل تاع السلك وما يكونش هذا، ما نغسلش ما على باليش صاي ولفتهم. المهم كما قلت لكم هنايا لكي كنت حاطه البقاله تاع الملح وتاع السكر. تاع السكر كانت مقيه ما جبتهاش، كنت غير كي راني نقيتها، وتاع الملح مع نتوشوها كنت دقيقه وكاع، وبليجي جبتها وحكيتها. نتمنى ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم ولا كثرت عليكم في الهضره. هنا كما راكم تشوفوا كانت عندي هاد القرعه تاع ديكاب فوق يعني قديمه، كان ديجا كامل لي، رحت جبتها كان باقي فيها شويه، ودرت شويه ايزيس، ودرت كما قلت لكم اليوم برعايه المطابخ، يعني الماء ما وخرش من فوق الغاز، قعدت نقضي غير بالمطابخ. راكم عارفين كوزينه ليدا. هنايا عمرت في هاد القرعه، درت شويه كما قلت لكم كان باقي شويه ديكاب فوق، ودرت شويه ايزيس، ودرت الماء طابخ، وغادي نزيد شويه جافيل ونزيد معاهم خل. هنايا جافيل ما كترتش، قلت اون كاو، يعني راكم عارفين لي بلا كاربويدين، راكم عارفين جافيل مع بالمطول يصفرهم، اي حاجه بيضه جافيل بالمطول كي تقعدوا نخدموا بها رانا ماركينها تخلي الحاجه تصفار. درت غير شويه جافيل وباش تكتل الريحه تاع الخل والايزيس، وكان باقي شويه ديكا فوق كما قلت لكم، وعمرتها في القرعه. يعني ساعدتني بزاف هاد السوليسيون، نديرها يعني نهاري ونخدم بها باش ما نقعدش رايحه وجايه ندير بسينه هكا وكاع، نعمر في القرعه ونخدم بها ديريكت. و en même temps راكم عارفين الخل هذاك سبيسيال يعني منظف للكركر ومليح لليدام وكاع ينقي. وحاجه بيضاء كما قلت لكم جو بريفير ندير لها الخل وايزيس وحده، ولكن راكم عارفين ريحه الخل يعني اللي عنده زيت عطري يدير زيت عطري خير من الجافيل، ولكن انا نموت على جافيل ما نقدرش نستغنى عليها. واللي يقدر بلا بها هذيك حاجتها. المهم بلا جافيل ما نحسش روحي نقيت. كما قلت لكم هنايا مسحت كاع لي بلاكار بهذاك برودوي، ساعدني بزاف هاد القرعه، يعني عمليه كما يقولوا هكا في يدك وتمشي وتنقي خير ملي تقعدي تدوري. وهنايا كما قلت لكم هذا حبل تاع داك السلك ما بغيتش نزير بزاف، تعملي كم عارفين يحك بزاف يعني يخرط الصوالح على هذه. وعفوا على الحس، على بالي كاين بزاف اللي ما يحملوش هذاك الحس تاع الزجاج، انا وحده من الناس ما نحبش هكا حاجه، ما نبغيش حاجه حرشه هكا يحكوها، قعدت نحك فيه وسنيه يضروني. المهم كما شفتوا هنايا نقيت ومسحت خرج يشعل الشيرات. المهم كما قلت لكم كثرت عليكم غير المهم سمحوا لي واستحملوني. المهم كما قلت لكم عاودت على غالب. هنايا
رحت مسحت هاد القشوره من جايين قراب على الصغار لي طاش وكاع. تاني نقيتهم. المهم ما طلقت والو. الكوزينه اليوم قلت لها يا انا يا انتي اليوم برت جني فيها. التنظيف الشهري كيجي نقلبوا كل شيء. التنظيف الشهري راكم عارفين نجدوا لي بلاكا نخوو داخل نخملوا نردوا ديك من الاخرى نجيبوها من. المهم يعني عميق عميق. و الكويزينيير انا كما تاعي هذاك الباب تاعها من جاي زداج هي يتسيبارو فيها 3 زداجات، وحده من الفوق وحده من تحت وحده في الوسط. نسيباريهم كاع ونعاود نقيهم ونعاود نردهم. والفريجيدار تاني راكم عارفين الفريجيدار ديجا يلقله نهار باش ما تكلفيش نفسك. الفريجيدار انا كيما اليوم ما درتش بيه، مسحته غير من برا باسكو التنظيف العميق تاع الفريجيدار يشد يكذب عليك. سورتو يكون عندك صغار يقرو وتعاودي تقطعي تعاود تروحي تجيبيهم وكاع. فريجيدار يشد يعني ماشي فريجيدار يشد، فريجيدار كون تدخليه مع التنظيف الشهري ما يقدكش الوقت يعني تتعبي بزاف. على هذه الفريجيدار يلقله نهار كما نقولوا حنايا الصباح تكملي معاه وحده او ما 12 ولا تفطري ولادك وتريحي ولا ديري لاسياس شويه باسكو لو كان ديري فريجيدار مع التنظيف مع الحيطان مع الكويزينيير امبوسيبل تعي ما تقديش. وكما شفتوا هذا التنظيف انا اللي درتها معكم شدني حتى لابخيميدي قعدت معاه حتى للزوج بورطون بديت بكري باش تفهموا باسكو الفيديو يبان صغير بصح التنظيف يدي لك وقت. سورتو تقطعي تفطري تعاودي تطلي تعاودي. راكم عارفين احنا نساء ما عندناش غير الشغل تاع الدار. على هذه قلت لك الفريجيدار ما يلقلهش يدخل مع هذا التنظيف. الفريجيدار يلقله نهار وحده باش تتهني وتبقي مرتاحه يعني يقعد لك الوقت. كما شفتوا انايا اليوم ما كيما هاد لافيسيل تاني مسحتها كيما قلت لكم غير من برا. وتنظيف العميق تاعها ساهل يعني ما يشدش الوقت ولا يشد اليد ولا جيست مداخل هكا كما عارفين برغوه وكاع. ونعاود ندير لها دوره وحدها بالخل وندير لها شويه خل وندير لها الاخر برودوي تاعها وكاع نبلعها وندير لها دوره وحدها بلا معين. هذا هو التنظيف الشهري يعني ما فيهاش ولا نقلع هذيك الصفايه تاعها ونقيها غايه. وكما شفتوا هذيك تاع المغارف شتوني وين حاطتها عليها قلت لكم توسخ لي بزاف. انا اليوم كما قلت لكم درت غير صوالح اللي على برا اللي نخرب فيهم بزاف يعني اللي نتوشوهم بزاف وكل دقيقه. كما هاد البقالات تاني ما خويتهمش ونقيتهم من الداخل بنادم ما يكذبش باسكو كانوا مقيين من الداخل ما فيهم والو. وهاد البقالات حاجه اللي ما ندمتش عليها هما هاد البقالات يعني ما شاء الله ما يضيعوا لك الحاجه وعندهم كما نقولوا الاغلاق تاعهم محكم ما يدخلهمش الهواء وصوليد ما غسلي وعاودي ما فيهمش حاجه تاع ليك ولا اللي تقشلك ولا اللي تخافي عليها ولا يعني ما شاء الله. وكما قلت لكم درت التنظيف السطحي هذا يعني ماشي سطح عميق وفي نفس الوقت سطحي. الاماكن اللي نتوشوها كل يوم باش هكا العين كما يقولوا قبل الكرش العين قبل الكرش. هذه معنى على التنظيف كما نقولوا التنظيف هذاك العميق. ولكن كحقيقة قدرت التنظيف عميق يعني اني نهضر عليكم يعني اي وحده باغيه دير التنظيف السطحي هكا كما نقولوا الصوالح اللي يكونوا على عينيك. اما انا مسحت فوق الفريجيدير مسحت فوق في الحواشي هذوك تاع فوق البلافون مسحت كل شيء. وهنا كما راكم تشوفوا مسحت هذوك لي زيطاجير يعني ينقلعوا رغوتهم وحطيتهم كما بغيتش نشمخهم بزاف باش ما راكم عارفين اللوح ما يبغيش بزاف الشماخ. ومسحت الفايونس هذاك اللي من موراه وعاودت رجعت الصوالح لبلا. كاين اشياء اللي رجعتهم كاين اشياء اللي خليتهم عادوا قاعدين يقدروا في غردهم وماناش مقلقين في غردنا وصحتنا قبل ما كان حتى حاجه غادي تسبق صحتك اختي. هذا التنظيف وهذا الشقه وهذا ما غاديش يدوم ما تدوم لك صحتك وصلاتك. هادو هما صوالح اللي غادي يدومونا
وهنا كما كنت تشوفوا قلت لكم هاد البقالات اللي رجعتهم، وكاين شي صوالح اللي خليتهم في غرضهم ينشفوا، ها هما الصوالح اللي خليتهم ينشفوا. وهذا هو اخر الفيديو حبيباتي، نقول لكم ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ومع السلامه في فيديو اخر.